منتخبات آسيا عملت كثير نتائج حلوه بهذا المونديال، حتى الآن لعبوا 17 مباراة من أصل 18 مباراة متاحة لهم في الدور الأول، باقي فقط مباراة كوريا الجنوبية مع البرتغال اليوم، وبتنهي الفرق الآسيوية مبارياتها في الدور الأول. المنتخبات الآسيوية لعبت 8 مباريات أمام الفرق الأوروبية، قدرت تفوز في 4 وتخسر في 4. الانتصارات كانت كثير مهمة، انتصار منتخب إيران على منتخب ويلز، انتصار منتخب أستراليا على منتخب الدنمارك، وانتصارين لليابان على كل من إسبانيا وألمانيا. بنفس الوقت لعبت المنتخبات الآسيوية 3 مباريات أمام فرق أمريكا الجنوبية، قدرت تفوز في مباراة وتتعادل في مباراة وتخسر في مباراة. على مستوى لقاءات منتخبات أفريقيا مع المنتخبات الآسيوية كمان كان اللقاء في 3 مباريات، المنتخبات الآسيوية قدرت تفوز مرة ومنتخبات أفريقيا قدرت تفوز مرتين. يعني بشكل عام حصيلة المنتخبات الآسيوية أمام فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا كانت نوعا ما متوازنة بل جيدة، لأنه شفنا كثير في توازن بين نسبة عدد انتصارات المنتخبات الآسيوية وعدد الهزائم والتعادلات. ما كنا عم نشوف فارق أبدا، يعني فينا نقول تقريبا كان في عنا 6 انتصارات مقابل 7 هزائم مو أكثر. لكن النتائج الكارثية كانت هي أمام منتخبات أمريكا الشمالية. التقت المنتخبات الآسيوية وأمريكا الشمالية ب3 مرات، وال3 مرات كانت الانتصار حليف منتخبات أمريكا الشمالية. للعلم منتخبات أمريكا الشمالية ما حققت الانتصار إلا بهال3 مباريات، يعني لعبت أكثر من مباراة بس ما فازت إلا على منتخبات آسيا. منتخب المكسيك قدر يفوز على السعودية، منتخب الولايات المتحدة قدر يفوز على إيران، ومنتخب كوستاريكا هزم اليابان.